في يوم من الأيام جه خبر غير حياتك وانت اتبسطت، وفي نفس الوقت اتجمدت ومحدش سألك انت بتحس بإيه، لأن الكل كان شايف مراتك ومحدش كان شايفك انت. الكل قال مبروك والكل قال فرحان برضه، بس الكل كان بيتكلم عن المستقبل، وانت واقف في نص الفرحة دي وجواك جوه كده في حاجة ما اتكلمتش عنها. مش خوف بالظبط ولا حزن، هو احساس غريب ان الدنيا اتغيرت من غير ما تستأذنك حتى، ومراتك بدأت تتغير، جسمها بيتغير ومزاجها بيتغير وطاقتها بتتغير، وانت واقف على الجنب شايف كل حاجة ومش قادر تعمل اي حاجة. تعال بقى نفسر الكلام الجميل ده. التفسير: ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني ربنا ما قالكش بالكمال، قالك بالمعروف، يعني بالقدر اللي تقدر عليه، بالحضور وبالنية الصادقة. مطلوب منك تبقى موجود، مش مطلوب منك تبقى كامل، فاهم؟ ومع ذلك في أول 3 شهور برضو بتحس إنك مش كفاية، وده اللي بنسميه العجز الصامت. يعني إيه بقى العجز الصامت ده؟ يعني حاسس بكل حاجة حواليك ومش عارف تقول ولا حاجة، وعشان مش بتتكلم الإحساس ده بيتحول لانسحاب. مراتك بتحس بالانسحاب ده وبتتأذي على فكرة، ومن هنا بتبدأ المشكلة الحقيقية. ابن القيم قال: القلب إذا أحس بعجزه عن شيء انكسر، والانكسار إذا لم يجد طريقا للخروج صار حجابا. يعني لما القلب بيحس بعجز وما يلاقيش طريق يعبر بيه، العجز ده بيتحول لحاجز ما بينك وما بين اللي بتحبه، وده بالظبط اللي بيحصل مع الراجل في أول 3 شهور. الحل: زي ما اتعودنا هنعمل 3 خطوات صغيرين، وهو ده هيبقى الحل بتاع المشكلة بتاعتنا. أول خطوة: اعترف بالإحساس ده جوه نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش المؤمن اللي ما حسش بضعف، قال المؤمن القوي. القوة مش إنك ما تحسش، القوة إنك تحس وتكمل. اعترف جوه نفسك انك في صدمة، ده مش ضعف، ده بداية وعي. خطوة رقم 2: كون موجود، وحط تحتيها 900 خط. مش لازم تبقى عارف كل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدني رأسه لعائشة رضي الله عنها، مجرد قرب، مجرد حضور. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام الكامل في خلقه كان بيعبر عن المحبة بالقرب الهادي، مش بالكلام الكبير. انت مش محتاج تقول جملة تغير حياتها، انت محتاج تكون موجود بس. اسألها سؤال واحد كل يوم: عايزة ايه دلوقتي؟ سؤال حقيقي، وسكوت وانتظار. خطوة 3: حاجة واحدة ملموسة كل يوم هنعملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث ده مش بيتكلم عن البطولات، بيتكلم عن التعامل اليومي، الخير اللي موجود في الحاجات الصغيرة اللي بتتعمل كل يوم بانتظام. هجيب لها أكل اللي بتحبه، امسك ايدها من غير ما تتكلم، ننزل خرجها، حاجة واحدة كل يوم وكفى. وبكده نكون جينا لنهاية الفيديو بتاعنا. حابب أقولك حاجة مهمة جدا: أول 3 شهور مش بس اختبار لمراتك، ده اختبار ليك انت كمان. مش اختبار انك قوي، اختبار انك حاضر. ربنا ما كلفكش تبقى كامل، ربنا كلفك تبقى موجود بالمعروف. وجودك بيفرق، حاول تبقى السند.